أنا في حاجة أخدت بالي منها في نفسي كده، موضوع نظرية الوفرة، فكرة إنه طول الوقت في بديل. شايفة دي أكتر حاجة غلط الواحد بيعملها في حياته. فكرة إنك طول الوقت فاكر إن والله في فرصة أحسن ممكن تيجي، سواء في شغل، سواء في جواز، سواء في حاجة أنت بتشتريها. آمم النظرية حلوة وحقيقية، ولكن ما ينفعش تفضل طول الوقت عايش عليها. مؤخرًا الناس كلها بقت عايشة عليها للأسف، تحت مسمى الFOMO. FOMO يعني إيه؟ يعني fear of missing out، إن أنت طول الوقت خايف إنك تفوّت حاجة حلوة ممكن تحصل. أكبر دليل على كده الناس اللي بتستنى الموبايل الجاي بتاع السنة الجاية، الإصدار اللي لسه هييجي لمّا يبقى في تبتدي التسريبات، وكان أبو زيد اتكلم عن الموضوع ده في فيديو من الفيديوهات، ويمكن أنا مش جاي أتكلم على الحتة دي يعني، أوكي ماشي، بس أنا باتكلم عنها من ناحية الارتباط، من ناحية الجواز. إن طول الوقت دماغك بتفكر في إنه لأ، أنا ممكن ألاقي حد أنسب، ألاقي حد أحسن، وتفضل يا عيني في الدوامة دي بتسعى إنك تلاقي أحسن، وتنسى تعيش، تنسى ترتبط. الكلام ده مش للmales بس أو للfemales بس، الاتنين. إحنا بقينا في زمن كل واحد بيدوّر على الأحسن عند على شخص أحسن، مع إن ممكن يبقى قدامه شخص كويس وزي الفل وما فيهوش أي حاجة. بس إحنا بقينا متأثّرين بشكل كامل بالسوشيال ميديا، بالFOMO. وطبعًا أكيد هيطلع حد يقول لي لأ، أنا ما باتأثّرش بالسوشيال ميديا، ده أكتر واحد اتأثّر بالسوشيال ميديا، زي بالضبط المدمن هو أكتر واحد بيطلع يقول لأ يا جماعة، لأ أنا مش مدمن، ده إنكار. بغض النظر إن في ناس، الناس اللي بتقول أنا مدمن مثلًا، آمم هو مش بيقولها علشان يحل المشكلة اللي عنده، قد ما بيقولها علشان يبرر لنفسه. لأ، ما أنا عارف، يعني اللي هو نوع من أنواع التطهُّر، إنه أنا لأ، طالما أنا عارف يبقى أنا صح. لأ، أنت ما حلّيتش المشكلة، أنت عارف بس ما حلّيتش المشكلة، أنت أحسن شوية، شوية بسيط جدًا من الشخص المدمن وما بيقولش إن هو مدمن. طيب إزاي إزاي إحنا بنتعلّم اللغة؟ هاتكلّم مثلًا لو هنا في ألمانيا مثلًا، إزاي أنت بتتعلّم اللغة؟ إنّك بتمارس اللغة، إنّك عايش وسط ناس بتتكلّم اللغة، إنّك بتذاكر بس بتنزل تحتك وتتعامل مع ناس بتتعلّم اللغة. كده أنت بتكتسب لغة، بتكتسبها. السوشيال ميديا أنت برضه بتكتسب منها حاجات من غير ما تحس، ففكرة إنّك ما بتتأثّرش بيها، لأ، هو أنت بتتأثّر بيها. من الحاجات التانية اللي بتخلّيك ت تأخّر فكرة خطوة الارتباط أو تجيب حاجة معيّنة أو تعمل حاجة معيّنة، هو إن قرارك بيتغيّر. هي قراراتك بتتغيّر بناءً على الظروف المحيطة بيك واحتياجاتك اللي بتتغيّر. يعني الشخص اللي كان مثلًا في مصر في يوم من الأيام كان عايز يرتبط بشخص بمواصفات معيّنة، بعد ما سافر الموضوع ده اختلف، أنت بقيت عايز شخص بمواصفات تانية. أنا هنا مش باتكلّم عن الجمال، لإن ممكن حد يطلع يقول إيه ده أنت تقصد الجمال يعني عشان أنت شُفت ناس مختلفة تمامًا عننا. لأ خالص، ولكن باتكلّم على احتياجاتك أنت. أنت بعد ما كنت لأ والله أي بنت طيبة أخلاقها كويسة، آآ ناسها كويسين، الموضوع ده بيختلف تمامًا. أنت بقيت عايز شخص يقدر يشيل معاك مسؤولية، شخص educable. أنا قُلت الكلام ده قبل كده في فيديو، إنه قادر إن هو يتعامل، ما يبقاش شخص قاعد في البيت ما بيعملش حاجة، عايز اللي يقعد يحرّكه. فقراراتك أو قراراتك بتتغيّر بناءً على الظروف، ظروفك اللي بتتغيّر، واحتياجاتك اللي بتتغيّر بناءً على حياتك اللي بتتغيّر، أوكي؟ آمم أكتر حاجة بس عايز أركّز عليها فكرة أصل النصيب ما جاش. دي اسمه نصيب، ونفضل ندعي يا رب يعني ربنا يرزقنا النصيب، ولكن أنت ما بتبقاش واخد بالك إنه هو ده نصيبك، هو ده نصيبك، بس أنت قاعد عمّال بتهرب منّه، أو مش بتهرب، مش بتقبله، ما بتقبلش نصيبك، وفاكر إنه لأ، لسه نصيبي هييجي يعني. أوكي. يمكن أكتر حاجة يعني لمسني أوي الحتّة دي في فيلم، ثانية واحدة، الحتّة دي. أوكي. One day, a man was drowning in the water. And a boat came by and said, "Do you need any help?" He said, "No, thank you. God will send me." Then another boat came by.
need any help? And he said, no, thank you. God will save me. Then he drowned and went to heaven. And he said, God, why didn't you save me? And God said, I sent you 2 big bullshit of me. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ده ببساطة اللي احنا بنعمله نفضل ندعي يا رب ارزقني يا رب ارزقني، وربنا يرزقك وانت ما بتقبلش بالرزق ده وتقول لا لسه النصيب ما جاش. الناس عايشة بده، يعني الناس عايشة بفكرة انه لسه نصيبي ما جاش. اصلا انا عارف ان الموضوع ده اسمه نصيب حبيبي، ما هو نصيبك اهو قدامك، خد خطوة بقى يعني. اوكي ايه هو النهارده عملنا ايه؟ طيب باختصار النهارده كريم كان جاي، رحت قابلت باراكوتا ورحنا قابلنا كريم من المطار ورجعنا. الجو كان بارد شوية والنهارده الحد أصلا أجازة، فقلنا نقضي اليوم النهارده في البيت على الرايق منه. مايكك معاك يا بيه؟ هلو هلو زوم. اوكي سوبر. هلو علقوا هنا بقى. فهمت. تعامل بقى انت كده مثلا. تعامل يا باشا. والله يا جماعة زي ما انتم شايفين احنا هنا في محطة ايش يا- مصر حلوة مصر جميلة ومحدش وأحلى أكل أكلته ومحدش هناك. يسيب مصر. بس إحنا وترا بنكافح. إحنا جايين هنا نكافح، جايين هنا نبني مستقبل. ندمان انك جيت المانيا. خالص ايه ده؟ مبسوط وسعيد. هي طب هي مش عايز تبعد هي ليه؟ هي هتفضل متابعاك إلا لو أنت وقفت التراكنج. يعني كده subject lost. بس كده خلاص هي وقفت التراكنج.